اليمن. أنا عايز أحكي لك قصة مهمة جدا لأن أنا كنت شاهد عليها، أنا كنت طرف فيها. الكلام ده كان سنة 90. وكان مصطفى مشهور من خلال صلاته بشخصيات من اليمن، عبد الله الأحمر، عبد الله بن حسين الأحمر، بن الحسين الأحمر، وواحد اسمه محمد عبد الله اليدومي. كانت مرت فترة أزمة للإخوان وكانوا عايزين يجمعوا أموال في مصر عشان كان عندهم نية للدخول في انتخابات البرلمان وما كانش فيه أموال جات لهم من التنظيم الدولي. مصطفى مشهور اتفق مع عبد الله بن حسين الأحمر إنه يجمع تبرعات من اليمن. جمع شنطة كبيرة، شنطة سفر كبيرة فيها ذهب أخذ من يعني على أساس إن هذا الذهب تبرعات إلى المجاهدين في فلسطين وما إلى ذلك. واتملت الشنطة وتم من خلال بعض ضباط الشرطة التابعين لجماعة الإخوان في المطار تهريب هذا الذهب وإدخاله إلى مصر. كان المفروض أن الذهب ده يروح للإخوان، فحمل الشخص اليمني اللي هو اليدومي الحقيبة، وأنا تقابلت معاه وأخذته إلى عيادة أحمد الملط الذي كان نائبا للمرشد العام للإخوان وقتها الدكتور أحمد الملط، وكانت العيادة بتاعته في باب اللوق، منطقة باب اللوق. وطلعنا على أساس كأننا مرضى وإن ده مريض جاي بتاع، ودخل ترك الحقيبة اللي فيها الأشياء وخرج من الباب الآخر. أنا لا أعرف قدر الذهب ده اتباع بعد كده، لكن أنا عارف أنه تم إنفاقه في حملات للإخوان بعد ذلك. هل علمت ماذا حدث بهذا الذهب؟ أين ذهب؟ هل تصرفوا كيف؟ في أي مصرف تصرفوا به؟ كان الإخوان يفكرون وقتها في ضرورة خوض انتخابات النقابات المهنية، وكان عنصر مهم جدا الإخوان يدخلوا النقابات دي. كان يجب أن تنفق هذه الأموال في هذه الانتخابات. جت انتخابات نقابة المحامين سنة 92 ونقابات فرعية للمحامين سنة 93. قبلها كانت انتخابات نقابة الأطباء، وفي وقت معاصر برضو كان انتخابات نقابة المهندسين وانتخابات نقابة المعلمين وانتخابات نقابة التجاريين اللي نجح فيها وقتها يعني بعض شخصيات متطرفة ظهر تطرفها بعد كده تبع الإخوان. أنفقت هذه الأموال في الدعاية، كانت أموال طائلة تنفق في الدعاية واستقطاب الأنصار، لأنه كان في مقولة دايما بيرددها مأمون الهضيبي أنه تستطيع أن تشتري أي إنسان بآية قرآنية أو بمنصب أو بمال. منصب أن